كاين حكايات كي تسمعها تحس روحك داخل فيلم رعب. بصح اللي راح نحكيه اليوم قصة حقيقية وقعت في روسيا سنة 1959. 9 طلاب خرجوا في مغامرة وسط الجبال وما رجعوش منها. اللي لقوهم بعد أيام المنظر كان يفوق كل التخيلات. سلام يا عشاق الغموض والرعب، مرحبا بكم في قناتي حكايات ديفين، وين نحكي لكم قصص حقيقية وواقعية، بعضها يكون غامض وبعضها مرعب، بصح كامل حيخلو قلبك يدق بسرعة. إذا كنتوا جداد هنا ما تنساوش ديروا لي جيم وابونيو وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. ويلا نبداو القصة تاع اليوم. في شهر جونفي عام 1959 صرا واحد من أغرب الحوادث اللي عرفتها روسيا في هذاك التاريخ. 9 طلاب جامعيين من الروس كامل كانوا شباب مغامرين قتلوا في ظروف غامضة وهما يديروا رحلة في جبال الأورل. الناس سموها بعد الحادثة بحادثة طريق دياتلوف، أو كما يسموها البعض طريق الشيطان. البداية كانت نهار 31 جونفي من 1959 كي قرر واحد اسمه إيغور وعنده 23 سنة وكان متزلج محترف يخرج في مغامرات عديدة، ولكن هذاك النهار خرج مع 8 من الزملاء تاعو، يعني كانوا 9 كامل. كانوا طلبة من معهد الأورل بولتكنيك. الهدف تاعهم كان يوصلوا لقمة جبل أوترتين اللي ارتفاعه يقارب 1000 متر، والجبل هذا مغطى بالثلج طول العام. قبل ما ينطلقوا واحد من الفريق اسمه يورين يودين مرض وما قدرش يكمل وبقى وحده. الزملاء تاعو كملوا الرحلة بلا بيه. الجو بدا يتبدل، الرياح كانت قوية والبرد كان تحت الصفر. هذاك الوقت قرروا انهم ينصبوا الخيام تاعهم عادي كما اي متسلقين جبال. قال لك نحطوا الخيام تاعنا باش ما نعاودوش نرجعوا نحطوا كامل هذيك المسافة اللي طلعناها. كانوا ناويين يكملوا المغامرات تاعهم غدوة، بصح ما كاش على بالهم باللي هذه آخر ليلة في حياتهم. بعد أيام ما جاهم حتى خبر. العائلة تاع الطلبة، قائد الفريق كان متفق مع نادي التسلق يبعث برقية نهار 12 فيفري، بصح ما جاتش. في الأول الناس ما تقلقوش بزاف، قالوا عادي يعني ممكن تأخروا بسبب الطقس مع البرد والثلج. بصح نهار 20 فيفري العائلة تاع الطلبة بداو يخافوا وطلبوا من السلطات يحوسوا عليهم. تجمعت فرقة إنقاذ من المتطوعين وجنود السوفيات وبداو البحث في وسط الثلج والجليد هذاك. حتى نهار 26 فيفري لقاو المعسكر تاعهم، وهنا بدات الحكاية تولي غريبة بزاف. الخيام كانت مشقوقة من الداخل والأغراض تاعهم كامل كانت باقية هي الكاميرات، دفاتر، المذكرات، وحتى الأحذية ديالهم أعزكم الله. بصح الشباب ما كانوش في هذاك المكان. وبعد البحث لقاو الجثث متفرقة في محيط المعسكر، وبعضهم كان شبه عراة في وسط الثلج. المحققين في الأول قالوا باللي ماتوا من البرد عادي من انخفاض درجة الحرارة، بصح من بعد كلقاو بقية الجثث تبدل كلش. بعض الجثث كانت مكسرة من الداخل بلا جروح خارجية، بعضهم الجلد تاعهم واللون تاع شعرهم تبدل. كاين اللي كان ملوث بالإشعاع، وواحدة كان فمها بلا لسان، وواحدة صدرها محلول والقلب تاعها ما كاشو. والأغرب من هذا كامل ما كان حتى أثر أقدام حول المعسكر، كأنهم تبخروا في ثواني.
التحقيق تغلق بسرعة بعد ما دخلت الحكومة السوفيتية وقالوا باللي الوفاة كانت بسبب قوة مجهولة، وغلقوا الملف وقالوا عليه باللي سري جدا. بعد مدة واحد من رجال الإنقاذ كتب رواية على الحادثة اللي صرات اللي هي طريق الشيطان، وبطريقة غريبة تقتل هو تاني في السيارة ديالو، والملف تاني ما تفتحش من جديد حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. من بعد خرجت بزاف نظريات، كاين اللي قال صرا انهيار ثلجي، وكاين اللي قال كانت تجارب نووية سرية، والبعض حكى على مخلوق غريب أو حتى رجل ثلج أسطوري هو اللي هجم عليهم. بالصح مهما داروا ما لقاوش الجواب الحقيقي، وإلى يومنا هذا تبقى حادثة ممر دياتلوف واحدة من أعمق الألغاز اللي ما قدروش يفسروها، وتبقى الأرواح التسعة اللي ضاعت في وسط الثلج سر مدفون في جبال الأورل. وهكذا تبقى حادثة ممر دياتلوف من أغرب القصص اللي ما لقاو لهاش تفسير حتى ليومنا هذا. واش صرا لهم لهادوك الطلبة في هذيك الليلة ربي اللي عالم، والسر باين مازالو مدفون وسط هذوك الثلوج والثلوج وهذوك الجبال. قولوا لي في الكومنتات واش رايكم في هذه القضية، وشنو هي النظرية اللي تصدقوها، يعني اللي تامنوا بها واللي تدخل العقل. ما تنسوش ديروا لي جيم، تابونيو، ديروا لي قلب، دلعوني بقلب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع قصة نحطها في العشان. سلام.